لأنه أنا بهي المرحلة بيهمني للاستمرارية التنوع أكتر من فكرة يعني تركيزي بالمرحلة الجاية هو لأنه حكيتها باللايفات الماضية إنه بس تنجح غنية قد ما نحن عنا السوق عنده نقص بالثقة بنفسه بصيروا كلياتهم بيعملوا نفس نوع الغنية. يعني ضرب القطقفتي فالسوق كله قطقفتي خلص. فوين بيكون الخطورة والذكاء بنفس الوقت والحنكة؟ هو انك تضلك مستمر بأنماط جديدة ولا ما فقعد القطقفتي، مش مشكلة. المهم انه انت عم تتطور وتغير وعم تقدم للجمهور شيء فيه احترام لإلهم، مش انه تجاري. يا جماعة صلنا 3 سنين من لما فقعت يا ليلى يا العين لهلا نحن عم نسمع نفس الشيء. ابوس ايديكم وقفوا. Can you speak Kurdish؟ ايه شوي. فرجينا شعرك ماني مزبط. عيد زيارتك لكردستان تشرف. كنا عم جهز غنية كردية بالمناسبة من فترة، وعرف قديش حتزبط. بعدني عم جرب غني بالكردي. ما عندك مشكلة حدا يمشي بنمطك؟ لا، حتى لو كان عندي مشكلة شو حيأثر؟ كل عمر التاريخ هيك بيفقع شي الكل بقلده. مش حتصير على ايامي يعني، مش حيتغير هالشي على ايامي. هي سر الحياة يعني. بالنهاية انا مبسوط محبة العالم اللي استمرت. الغنية بتروح وبتجي مثل المادة، وهي وقود للاستمرار، بس هي مش سر تبع الاستمرار. سر الاستمرار هو الشخص وعلاقته بجمهوره، هي أهم شي بالحياة. أوصف حماداتك بكلمة. زعران، شكلجية، بدهم مشكلة من الله يعلقونا مع العالم. اشتقنا لك وانا اشتقت لكم كثير. برني ربكم للموت، لك يقبرني ربكم. شو هاي البلد؟ خلاص هلا نشوف. أنا كتير متفائل الفترة الجاية، كتير متفائل. جدا. يلا فايت على الاستوديو اشتغل، وبركي اليوم سمعكم شي. بحبكم كتير وبرني ربكم. ميرسي على دعمكم. لولاكم ما بتصير ولا ربع هي الضجة. بحبكم كتير، تضلكم بألف خير. وجهدكم مفاجآت كتير حلوة، والله محضر لكم اشياء حلوة. باي.